السلام عليكم. اذا عندك اوراق بوراك كيما هكذا مقطعين ويابسين ما ترميهمش، اروحوا نعملوا بهم احلى شوكولا. تجي مقرمشه وروعه بواحد الحشوه روعه، راح نعطيها لكم لهنا. دهنت الاوراق تاعي بشويه زبده، ما تكثرش الزبده غير شويه، ودرت لها شويه سكر، وراح مفتتها في هذا الصحن. راح نقوم بتفتيتها في هذا الصحن. وراح نبدا نقطع في الشوكولاته هذه ونذوبها. لهنا أنا غلبني شوية زيت، ردوا بالكم يغلبكم الزيت، ديروا فقط ملعقة زيت. لهنا نحطها في هذا المول، اعملوا أي مول انتو حابينه، قلوب، أشكال بزاف تاع السيليكون، أو اعملوا الحشوة على شكل كويرات، على شكل بنيون. لهنا راح نحط في الحشوة أوبتيلا. إذا عندكم مرجان تجي أفضل. أنا علبة مرجان كلاوها ولاد أخي معليش بصحتهم. فعملت أوبتيلا ثاني بزاف بنينة، وراح نحط لها مكسرات. هذا اللوز فيه الملح بصح شوية ملح، وراح نحط لها ثاني كاوكاو مدخن. جيبوا كاوكاو انتم تاع القاطو، اعملوا له شوية ملح باش ما يجيش الكاوكاو المالح هذاك اللي نلقاوه في الاسواق، هذاك يجي مالح بزاف، هذاك تاع اكل فقط مش تاع حلويات. وممكن تجيبوا ثاني البندق، حمصوه وديروا شويه ملح وتضيفوه معاها، تجي بزاف بنينه ثاني. لهنا حطيت الحشوه في المول، وما حبيتش الليسي باش يبقى يبان لي هذيك المكسرات تبقى تبان لي، والفوتينغ ثاني. وزيدوا لها البندق باش تجي بنينه. لهنا حطيت الجزء الثاني من الشوكولا، كما قلت لكم ما حبيتش نليسيها، حبيت نخلي ذاك الحشو يبان هكذا. حطيته في جميع هذا من الحبات. ولا أنا بعد ما كملت بردت مليح وجمدت، هاي الشوكولا. كنت مخليه صوت القرمشة، عم بالكم صوت القرمشة فيها روعة. صح أنا ما نحبش الأصوات، لذلك حذفته. شوفوا كيفاش بقى اللوز يبان، روعة روعة روعة. لو تحطوها في شكل قلب ثاني تجي روعة. ممكن تعملوها في العيد للأولاد، تفرقوها للأولاد، حطوها فقط في الساشيات هذا كرام يتباعوا في محلات الحلويات، وتعملوها بالدبلة كما هكذا، وتمدوا لكل طفل وحدة. ثاني فكرة رائعة بزاف بنينة، جربوها. وما تنسوش تدعموني لمزيد من الوصفات ومزيد من الفيديوهات المفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.